كل واحد فينا بيته أهم حاجة في حياته، وديكور وأساس بيتنا هو اللي بيأثر على نفسيتنا. وطبعا أكيد ما نقدرش نستغنى عن الإكسسوارات والإضاءة. كل ده وأكتر هنتكلم النهاردة فيه في فرنتشر، وهكون معاكم أنا سارة غيدي، وضيفتي النهاردة المهندسة دعاء علي. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا سارة، اخبارك ايه؟ قوليلي بقى، انتي خريجة ايه وبدأتي في المجال ازاي؟ انا خريجة فنون جميلة دفعة 2017. شغالة في المجال بقالي تقريبا 6 سنين. عندي المكتب الخاص بيا. طيب في بداية الكلام قوليلي ايه رأيك في الستايل المودرن؟ الستايل مودرن موجود معانا بقاله فترة، وموجود بقوة جدا في 2024، وده لان هو بيتميز بالبساطة والشياكة في نفس الوقت، وبيكون مناسب معانا جدا في الاماكن الصغيرة والاماكن الكبيرة. طيب كلميني كمان عن رأيك في ال MDF. ال MDF سعره بيكون مناسب جدا بالنسبة للكواليتي اللي بيقدمها. بيكون سطحه ناعم، سهل ان هو يتشكل معانا، بيتعزل باللامايكا. ده بيخليه في امان جدا، امان بعيد عن الرطوبة وعن الماء. طول ما هو بعيد عن الحاجتين دول فهو اقتراح مناسب جدا للبيوت كسعر مقابل كواليتي. طيب كلميني بقى عن الإضاءة وازاي بتأثر على مساحة وأساس البيت. الإضاءة عندنا بتكون نوعين، في إضاءة طبيعية وفي إضاءة صناعية. الإضاءة الطبيعية بتكون إضاءة الشمس، ودي بتدي إحساس حلو جدا لما بتكون موجودة، بتدي إحساس لذيذ جدا على الفرش. في الإضاءة الصناعية بتكون دي اللي بنقدر نتحكم فيها ونشكلها زي ما احنا عايزين، في سبوتس، في ليد لايت، في شاندرير، في هيدر لايت. كل ده احنا بنقدر نتحكم فيه على حسب احنا هنفرش ازاي. ميزة ان احنا نستعين بمهندس في النقطة دي هي ان احنا بيبقى عندنا تصور كامل للبيت قبل ما نبتدي. لازم يبقى عندنا في الاول خطة للفرش اللي احنا هنفرشه، عشان على الاساس ده احنا بنوزع اضاءة. قوليلي ازاي الوان البيت بتأثر على نفسية اصحاب البيت او الناس الموجودة فيه. ده سؤال مهم جدا. الالوان طول ما هي مريحة والوان فاتحة، بالذات لو في مساحات صغيرة، ده بيخدمنا جدا وبيخدم النفسية جدا. كل ما كانت قطع الفرش قليلة وحجمها مش كبير والالوان فاتحة بشكل عام، ولو يا سلام قدرنا نزود مرايات، فده بيبقى حلو جدا في المساحات الصغيرة، بتأثر على النفسية جدا. طول ما البيت حاسين هو واسع ومريح وبيتنفس، ده بيفيد جدا. بالنسبة للمساحات الكبيرة ده نقدر نعمل حاجتين، نقدر ان احنا نفتح في الالوان، وحتى لو ان احنا غمقناها ده مش هيأثر معانا، لان كده كده المساحة عندنا كبيرة، فهي عندنا عينينا شايفة مساحة كبيرة، فده مش مضايقنا حتى لو لون الفرش غامق. قوليلي طيب لو احنا عايزين نجدد البيت بأقل تكلفة ممكن نعمل ده ازاي؟ عندنا حاجات بيزك دي ما بنقدرش نغيرها بسهولة، زي الكنب، الكراسي. دي بتبقى حاجات سعرها غالي، ما بنقدرش ان احنا نغيرها كل شوية. فبالتالي دي بتبقى حاجة بيزك عندنا، وبنقدر نتحكم في الكوشنز، في ستاير، فلون حيطة نقدر نغيره بسهولة، سجادة نضيف اكسسوارز جديدة. كل ده بيدي معانا روح جديدة للبيت وبأقل تكلفة ممكنة. طيب قوليلي برأيك، هل الإكسسوارات المستخدمة في صناعة الأساس بتفرق في قرار الشراء ولا لأ؟ بتفرق طبعا في 3 حاجات. أول حاجة بلد المنشأ بتاعت الإكسسوار نفسه. تاني حاجة في براندات مسمعة جدا في السوق ومعروفة لمعظم الناس. تالت حاجة إن احنا بنبقى مش عارفين ايه الإكسسوار ده، بس احنا عندنا ثقة في الشركة اللي بتقدم لنا المنتج. لو احنا قررنا ان احنا نشتري أوضة نوم، هل اشتري الأوضة كاملة على بعضها ولا اشتري كل قطعة لوحدها؟ عندنا اختيارين. عندنا اختيار ان احنا نشتريها كاملة على بعضها، ده لو ذوقها مناسب بالنسبة لنا كذوق وكبادجت وكاحتياجات. بيبقى فيه غرف مثلا عجبانة جدا بس فيها دولاب، احنا محتاجين دريسنج، عندنا المساحة اكبر، محتاجين دريسنج موجودة. في عملاء بتجيلي احنا مش عايزين دولاب، احنا عايزين دريسنج، فبالتالي احنا ممكن ناخد السرير من جزء معين ويبقى عندنا دريسنج بتاخده من مكان تاني معين، بس بحيث ان هو يكون نفس الستايل ومتناسب مع بقية الغرفة. طيب مكان الجزمة المناسب في البيت بيكون ايه؟ مكان الجزمة بيكون أقرب مكان للباب، أو بيكون لو عندنا مساحة كبيرة زي فيلا أو أوضة بدريسنج بيكون مكانها في الدريسنج روم. بحكم خبرتك قوليلي، الشغل اللي بيطلب أكتر منك بيكون ستيل ولا مودرن؟ المودرن هو الستايل الشائع بالنسبة لمعظم الناس. الستيل ليه ناس معينة قليلة جدا هي اللي بتطلبه في الوقت ده. أخيرا بقى ادي نصيحة لحد لسه بيفرش بيت. نصيحتي لأي حد بيفرش بيته إن هو يختار قطع أساس هو يكون راضي عنها تماما، ما يبقاش بيتزهق منها، وفي نفس الوقت بتلبي احتياجاته كاملة، عشان ما يضطرش إن هو كل فترة إن هو يبقى بيغير في قطعة الأساس دي، ودي بالنسبة له بيبقى تكلفة كبيرة جدا.
بشكرك جدا يا باشمهندسة دعاء على المعلومات اللي انت اديتها لنا النهارده. ميرسي جدا يا سارة، اتبسطت جدا معاكي. شكرا. ولو في اي اسئله عندكم سيبها لنا في الكومنتات.